فضيحة أخرى مني بها الإعلام الجزائري ومن خلفه النظام العسكري، فبعد فبركة فيلم بقصف مدمر بالقرب من المحبس، خرجوا اليوم خرج إعلامي أقل ما يمكن القول عنها أنها غبية، حيث استعانوا في كذبهم وزيفهم بصور من أحداث قديميزيك على أنها مخيمات تندوف، وعلى أن ميليشيات البوليساريو دمرت مواقع الجيش المغربي. قرأت مقدمة نشرة الأخبار البيان رقم 50 على مشاهدي التلفزيون الجزائري ممن لا زالوا يعتبرون الجزائر دولة مؤسسات ونظام رشيد، والواقع أنها دولة بلا حاكم فعلي تسير من داخل الثكنات العسكرية. تقرير في الموضوع لفتح لمينا. اكذبوا ثم اكذبوا ثم اكذبوا حتى تصدقوا ما تقولون، مقولة شهيرة لوزير نازي أيام استبداد هتلر كان يطلب بها من وسائل الإعلام الألمانية أن تمجد انتصارات الجيش النازي وقائده، وأن تلمع الصورة البغيضة السوداء العنصرية للحركة النازية وطواغيتها. كان يقول لهم ذلك حتى يصدقوا أنفسهم بأن كذباتهم حقائق صادقة. نتذكر هذه المقولة اليوم والألم يشدنا ونحن نشاهد التلفزيون الجزائري الرسمي وهو ينشر صورا تعود لسنة 2010 لأحداث قديميزيك ضواحي العيون على أنها صور لحرب مشتعلة. تقول الصحفية وهي واثقة من زيف خبرها بأن ما تسميه جيش بوليساريو شن هجوما على أماكن تخندق الجيش المغربي حسب تعبيرها وحسب تعبير صناع القرار من خلفها. الصور في أرشيف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة منذ العام 2010 تستعمل اليوم من طرف آلة صناعة الكذب الجزائرية التي لا تتوقف عن الكذب. اختلفت الصورة والتعليق الصحفي، وحيث تعلق مقدمة نشرة الأخبار عن انتصارات بوليساريو في حرب مزعومة وهجوماتها اليوم على الجيش المغربي، تظهر الصورة خيما لأحداث قديميزيك كناية على مخيمات تندوف لتقول للعالم أن الجيش المغربي يقصف المخيمات. جنرالات وجب فعلا أن يحاكموا بتهمة الغباء السياسي، وصدق من قال أن الله إذا أراد أن يهلك قوما سيد عليهم أغبياءهم، فكلما انتشر الغباء كانت المعاملات في جميع المجالات خاطئة والحسابات ناقصة والقرارات متخبطة. أغبياء الجزائر حكامها وهم الأكثر خطورة على الإطلاق سواء عن وعي أو دونه، عدو الشعب الجزائري قبل غيره. فلا يكذب المرء إلا من مهانته أو عادة السوء أو من قلة الأدب. مهانة الجنرالات وعادة سوء تلك ذأبوا عليها، وقلة أدب تجاه جار كان بوابة لتحريرهم ومهدا لثورتهم وحضنا لثوارهم. والكذب عار وخير القول أصدقه، والحق ما مسه من باطل زهقا. زاهق كذبهم وزيفهم وبهتانهم، ففي كل يوم تقصف وسائل الإعلام الجزائرية الرأي العام الدولي ببلاغات عسكرية لما تسميه الجيش الصحراوي، التي تفيد أن بوليساريو دمرت مواقع وقصفت أهداف ودكت قواعد ومسحت أحياء سكنية بالكامل بأقاليمنا الجنوبية. ابتلي المغرب بجار يجهل اختراعا بشريا اسمه الأقمار الاصطناعية، وذاك قدره. لكن ندعو الله عدوا لبيبا يقظا، فالجنرالات باتوا أضحوكة العالم.